ازاي الاسبوع بيجري قوي كده مع ان الشهر بيمشي بطيء. يوم جديد في حياة تعالوا اقول لكم بقى عملت ايه. والنهارده الاربع، فهاخد جزء بسيط من تنظيفات بكره علشان اسهل الدنيا عليا. بس الاول نزلت ليلى هنا من الحضانه، وبعد كده رجعت افطر بقى فطار متين كده واشرب كوبايه النسكافيه بتاعتي اللي تفوقني، وهيا بنا الى فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز انا عندي بقالي كتير قوي ما جيتش جنبه، ودايما بعمل البوتاجاز من فوق وبنسى الفرن خالص. فقلت بقى انا هرش عليه النهارده مذيب دهون كده، واسيب بقى مزيل الدهون كده 5 دقايق ياخد ويدي كده مع الدهون ويشيلها. واستخدمت منظف المرة دي علشان هي دهون كتير قوي ومتراكمة اصلا بقالها فترة، فعلشان كده رشيته الاول. هو بعد 5 دقايق بالظبط بدأت بقى اشيل الشبكة واجيب السلكة بتاعتي، وهبدأ بقى افرك كل حاجة. كل الدهون دي هتطلع فركة واحدة بس علشان المزيل اصلا يعني تفاعل مع الدهون. الشبكة رجعت بتلمع. جبت برضو الصينية، بدأت ان انا افرك عليها كده السلكة، وبرضو اشيل اي حاجة فيها دهون. بجد هو ما بياخدش معايا وقت خالص لانه قوي جدا، بس لازم تبقوا لابسين جلوفز طبعا لانه هو بيحرق الايد جدا. بعد ما بشيل الدهون بفركها برضو بالصابون والمية علشان كل حاجة تنزل كده، وسبتهم بقى ينشفوا على جنب شوية. وبدأت بقى ادعك الفرن من جوه، ما سبتش حتى غير لما دعكتها كويس لاني بقالي كتير قوي ما عملتش الفرن، بقالي اكتر من شهرين ما جيتش جنبه تقريبا، بس ما سبتش حتى غير لما دعكتها كويس قوي قوي قوي. وبعد كده بعملها بالصابون برضو. وطالما وصلنا بقى لمرحلة القلب ده يبقى خلاص كده الفرن نضف ورجع بيلمع تاني. شوفوا لي بقى اللمعة بتاعة الفرن، بجد مبهورة بنظافته. ده الفرن اللي احنا شفناه في الاول، يا رب تفضل كده على طول يا رب. كنت بقى ليلى من الحضانة، والنهاردة بقى كان عندي بقية اكل امبارح اللي كنت واخداه من ماما، حمرته كده بقى في السمنة البلدي واكلته. غديت بقى الحمد لله، وكان نفسي قوي في ايس كوفي، فعملت لي بقى كوباية كده بجد بشط قهوة خطيرة. جربوا بقى تحطوا عليها رشة قرفة ورشة فانيليا، بينقلوا الطعم في حتة تانية خالص. لما ليلى نامت بقى دخلت قلت هعمل لها بانكيك عشان تاخده بكرة في اللانش بوكس. كوباية دقيق بنحط عليه معلقة خل لحد ما يجبن كده، وبعدين بننزل بالسكر والبيض والزبدة، بعد كده ندخل عليها كوباية دقيق فيهم بقى معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة فانيليا ورشة ملح، ونقلب بقى الخليط ده مع بعض لغاية ما يبقى شكل البانكيك كده، قوام البانكيك يعني. وبعد كده بقى في طاسة سخنة بنزل بيه على قد الميني يعني او كبير براحتكم، انا كنت عايزاه ميني. وشوفوا لي بقى القوام الجلد الخطير اللي طالع بيه البانكيك، بجد طلع خطير قوي. جربوه بنفس الطريقة اللي انا قلتها لكم عليها دي وهيطلع خطير. بس ده كان يومي النهاردة، تصبحوا على خير.